تشيز كيك فاصون سيترون بأسهل طريقة ممكنة. جبت لكم هاد التحلية اللي هي عبارة عن تشيز كيك، ولا بالعربية يقولوا لها كعكة الجبن. تتحضر في 10 دقائق، ولكن الاستهلاك تاعها يكون بعد 2 ولا 3 ساعات. المهم غادي نخليكم مع الوصفة، نتمنى تعجبكم. نروحو نجيبو اي نوع تاع غاليطه تفضلوه، والكميه تاع الغاليطه تختلف على حسب المول اللي عندكم. نديروها في الاشوار ونرحوها حتى تولي رطبه كيما راكم تشوفوا. نضيفو عليها ملعقه كبيره تاع عسل وزوج ملاعق كبار تاع زبده تكون بدرجه حراره المطبخ، ونخدموهم مع بعض حتى تشرب لنا هذيك الغاليطه الزبده والعسل. نضيفو عليها 3 ملاعق يكونوا باردين تاع حليب، ونكملوا نبسوها غير بالملعقه كيما راكم تشوفوا حتى تولي عندها واحد القوام اللي متماسك. كي نزيرو ليها بيدينا ما تتفتتش بسهوله. نروحو نجيبو المول تاعنا تاع تشيز كيك، الحجم تاعها يبقى اختياري. المهم نجيبو هذاك اللي فيه سرسو ينحل باش من بعدها في الديمولاج تجيكم سهله. نحطو فيه كاع كميه تاع الخليط الغاليطه اللي خدمناها، ونخدموها على حسب لا فورم تاع المول اللي عندنا. نخدمو القاعده تاع الكاطو تاعنا هي الاولى، من بعد نخدمو الاطراف ولا الحواف اللي غادي يكونوا بارتفاع 3 سنتيمتر حوالي، ونضغطو على الغاليطه تاعنا مليح باش تتماسك مع بعضها. انا هنا راني داير 150 غرام تاع كريمه سائله مع 60 غرام تاع جبن ماسكربون. ضفت عليهم حوالي 2 ملاعق كبار تاع حليب مركز وملعقه كبيره تاع فانيليا، وضربتهم مع بعض بالخلاط الكهربائي بالسرعه الاولى فقط حتى بدات تتقال الكريمه تاعي. بديت نزيد في السرعات تاع الخلاط الكهربائي تاعي، نبداو غير بالسرعه الاولى حتى تبدا تتقال معنا. نبداو نزيدو في السرعات تدريجيا من 1 ل 6. نروحو نحطو لا كريم تاعنا اللي خدمناها فوق لا بريباراسيون الاولى تاع الغاليطه، ونسيو باش نليسوها بيان ونعطوها ارتفاع واحد ويكون مستوي، ونروحو نحطوها في الثلاجه لو طون لي نوجدو هاد الخليط. بالنسبه للطبقه الصفراء انا درت جيلاتين نباتيه بذوق الليمون. تلقاو طريقه الاستخدام تاعها في العلبه، هي على كل حال تتحضر كيما الفلون ولكن بالماء ماشي بالحليب. اللي يبغي يستخدم فلون ليمون في بلاصتها تاني نورمال، ولكن ما تحطوش ساخن، خلوه يدي درجه حراره الغرفه ومن بعد حطوه فوق لاكريم. خلوها تحكم روحها في الثلاجه حوالي ساعتين او اكثر، من بعد قدموها بارده على بالي بلي غادي تعجبكم. من الفوق زينوها باي حاجه عندكم. انا درت هكا سيترون ونعناع، سينو كل واحد حر في طريقه التزيين. حتى لهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفه. متنساوش ديروا لنا جيم كومونتير وابوني. بارك الله فيكم، شكرا.